اليوم تأكدنا أن الشعب اليمني شعب مطبل، شعب يعني لا يهمه جبر الخواطر. والله ما له شعب أي حاجة وصلت ترند يدخل يعلق عليه أو ينشر بقناته أو يسرح لصاحب الترند. ما المهم إنه الموضوع طلع ترند. أما جبر خواطر ماشي، جبر الخواطر مش موجودة في اليمن. شعب منافق. لا تقول ليش بعد باع البلس طلع ترند. يعني حصل زلط ليوم الزلط، الذي يديله زلط والذي يديله هدايا كل واحد يديله حاجة. يعني خلاص إبراهيم شرف صح إنه كسر بخاطره، بس اعتذر، هو الاعتذار من شيم الرجال وخلاص حصل خير، الموضوع انتهي. وزارومه كم يا ناس وكم حصل يا زلط، بس من ماذا سرح لعند صاحب البلس ويتصور معه ويديله زلط. شوف الصورة هذه، ركز، ما فيش بائع بلس جنبه، ما فيش جنبه ولا زبون جنب هذا باع البلس. يعني أنت عندما تجي تشجع واحد لحاله زد كسر خاطر الثاني ولا يبيع حبايب. يعني جالس جنبه معه بلس، برونه معه بلس، هو نفسه هو يعني من هذا الباعين حق الشوارع. نلحق ان انت تدعمه قد دعم وقد طلع الترند وما شاء الله، ادعم الذي جنبه. يعني هذا هو الذي يشتي يقول جبر الخواطر او يعني فكر انت بنفسك، لما انت معك عربية وصاحبك معه عربية، صاحبك حصل زلط ليوم الزلط واشتغل وما يوقفش دقيقة من صبح لمغرب وشغل، لولا القانون الذي قد قريب المليون وانت ولا معك حاجة ما يكتسرش خاطرك. هذا هو كسر الخواطر الحقيقية. اما انك تقول فلان كسر خاطر فلان، سرحنا نرضي بخاطره، سرحنا نديله طلب، سرحنا ندعمه، سرحنا يعني كم يازر، ما يصلحش والله ما يصلح. يعني الممثلين اليمنيين او المواطنين او الشعب اليمني والله انه شعب مطبل، حاجة وصلت ترند يعني يدعمه. ولا كم يا باعين في الشوارع، كم يا مساكين، كم يا يعني في ناس يبيع بالشوارع وقلد يعني على قضايا صح، مريض، على حق علاجات، على إيجار بيت، على كم يا هموم. لا، انت تتخابر على هذا الذي وصل الترند فقط. وإبراهيم شرف أخي تكلم على ناس أهم من هذا، في ناس أهم من هذا، في ناس محتاجين للفلوس أهم من هذا، في ناس بالشوارع باعين سواء بلس أي حاجة يبيعوا بالشوارع وأهم من هذا، ومحتاج للزلط أهم من هذا. أنا يعني بالنسبة لي لا أنتقد هذا، يعني ليس حسدا لهذا الشخص أو لا، بس أنا والله نزعل يعني لما أشوف شخص خلاص قد الحمد لله تمام أموره سابرة وشغال والذي جنبه ولا حاجة. يعني الشعب اليمني بدل ما يصلح الغلطة يعمل غلطة أكبر منه. المهم يعني هذه نصيحة، إذا في شيء ولا شيء حاول ترضى الطرف الذي وزعلان، مش الطرف الذي قد أموره سابرة. لا حد يكون يطبل. يعني احنا شعب، أنت لا ترسل بالقناة حقك أو بالمحتوى حقك إلا الحاجة الذي هي يريد عقلك، مش الحاجة الذي وصل لك ترند ضروري تعمل عليه. يعني أنت شوف الحاجة الحقيقية والحاجة الصحيحة والحاجة المهمة وعملك عليه. أما أن أنت يعني تكون مطبل، من ما رسلك فيديو رسلك مثله، الفيديو اشتهر تعمل مثله، أو أنت معك زلط حصلت واحد اشتهر بالترند قالوا هذا باع متقول، سرح عند الذي جنبك. أحيانا يعني هذا باع البلس قاوله من مسافات بعيدة وفي جنبهم ناس مستحقين أهم وأكثر ومحتاجين للفلوس أكثر. يعني الشعب مطبل لآخر درجة. المهم هذه نصيحة وتحياتي لكم جميعا.